ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جايالكم بحكاية غريبة جدا جدا. احنا بصوا بقينا في زمن نسمع حكاوي، يعني خلاص بقت عادي عندنا. هنسمع اي قصة تيجي، اي حاجة تيجي بقينا نسمع. يعني مش بنستغرب، خلاص اتعودنا بقى ان احنا كل يوم نسمع اخ عمل في اخته، اخته عملت مش عارفه مع مين، اب عمل في بنته. فبقى الموضوع بقى اوفر كده، فاتعودنا عليه، اتعودنا عليه جدا. فربنا يسترها بجد علينا وعلى أولادنا يا رب. النهاردة بقى قصتنا غريبة شوية. قبل ما نبدأ الفيديو بقى كده، حطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على علامة الكل، عشان كل ما انزل لكم حكاية أو قصة توصل لكم على طول. قصتنا النهاردة ايه بقى؟ بتقول أنا متجوزة جديد، وبنت أخت جوزي جت تساعدني عشان خاطر أنا في البيت حامل. هي بقى لسه عروسة جديدة ومتجوزة وحامل يعني. فايه طبعا مش قادرة تعمل حاجة. بنت اخت جوزها دي عندها كام سنة؟ عندها 20 سنة. بنت اخت جوزها عندها 20 سنة، وهي عندها 25 سنة، يعني السن مقارب بينهم يعني. المهم، فبتقول الوقت اتأخر جدا جدا، يعني ما رضتش انها تخليها تمشي بالليل، فالوقت اتأخر بينهم. فقالت لها لا، انت باتي معانا. وقعدوا قضوا اليوم تمام، وباتوا هزار وضحك وسهر وكل حاجة. المهم راحت قالت لها تعالي نامي جنبي. نامت جنبها، وجوزها راح نام برا. بعد ما حصل كده، بتقول اكتشفت ان حاجة غريبة جدا حصلت. ايه هي؟ طب الحاجة الغريبة دي، بتقول حصلت حاجة غريبة منها، بقت تتحرش بيا. يعني بصوا، بقت تتحرش بيها. وبتقول كانت بتحط ايديها على جسمها، تفضل تحسس على جسمها كده بطريقة فظيعة. يعني بتقول كانت تمسك أماكن، يعني شغل تحرش. انتم متخيلين بنت عندها 20 سنة تتحرش ب آه، أخت جوزها؟ يعني مش عارفة. بتقول بعد كده أنا كنت عاملة نفسي نايمة، بس أنا ما كنتش نايمة، أنا كنت صاحية وعادي. يعني إيه هي وهي بتقول أنا ما كنتش يعني لابسة حاجة أوفر، يعني أنا كنت لابسة بيجامة بيتي عادية. فصحيت، بس ما اعرفش ان كنت صاحية وانا مش عارفة اعمل ايه. هي ما تعرفش انها كانت صاحية. فبتقول مش عارفة اعمل ايه. يعني انا دلوقتي اضطر ان انا اقول لجوزي. طبعا اصلا جوزها مش هيصدق الكلام ده نهائي، استحالة. الزوج بيصدق الازواج عامة، ما بيصدقش اي حاجة في اهلها، سواء الام سواء الاب سواء لو قلت حاجة على أمه مش هيصدق، قلت حاجة على أخته مش هيصدق، قلت حاجة على أي حد مش هيصدق. فدي أول حاجة، جوزك مش هيصدق. تمام تمام. بتقول ولا أسكت وأكبر دماغي وأتجنن أو يحصل لي حاجة؟ فطبعا مرضتش طبعا. بتقول يعني مش قادرة أسكت، ومش قادرة إن أنا يعني أكبر دماغي من أي حاجة. ولا عايزة تقول لأمها. طبعا أمها برضو مش هتصدق في بنتها، هتقول دي بتعمل كده عشان خاطر إنها جات وباتت معايا ومش مستحملاها، أو بمعنى أصح مش عايزاها عندها. فالحل الوحيد إنها إيه؟ تسكت، لا تقول لده ولا ده. تفضل إنها تكون ساكتة، ما محدش هيصدقها. هي بقى عايزة تفضفض، عايزة تحكي مع حد، تحكي بقى مع أختها، تحكي مع أمها، تحكي مع حد من طرفها هي. استحالة إن الزوج أو الأم البنت أصلا تصدق لما هي تقول حصل معايا كذا كذا كذا. محدش هيصدق. أي نعم، البنت عندها 20 سنة، ده سن مراهقة وسن وكده، بس ما توصلش لدرجة إن
تعمل كده، يعني إزاي أنتِ تعملي كده؟ أنتِ لا شايفاها لابسة قميص نوم ولا شايفاها يعني منظر مُغري ولا حاجة زي كده، فالمفروض ما تعملش حاجة كده خالص. يعني هي بتقول أنا لابسة البيجامة العادية، فوجئت إنها بتحسِّس عليَّ في أماكن مش يعني مش عارفة إيه ده. فبتقول أنا من كتر الصدمة ما قدرتش أتحرك من مكاني، فأنا عملت نفسي نايمة، بس أنا طبعًا صاحية. ف بتقول مع الوقت برضه لقيتها بترفع البيجامة بقت تحط إيديها على جسمها، إيديها يعني على طول من تحت البيجامة على طول. فهي طبعًا محتارة دلوقتي إنها تعمل إيه، فمش عارفة إنها تتكلم ده والّا تقول ده والّا تقول ده. أنا من رأيي إنِّك تسكتي، هي سامعايا، هي باعتة لي الحكاية بتاعتها وقالت لي قولي لي واعرضي مشكلتي وأنا مش عارفة أعمل إيه أو أقول إيه. أنا من رأيي إنِّك تسكتي ولا تقولي لحد ولا بس خلاص كده أنتِ عرفتيها. حتى لو جات عندِك تاني ما حتى لو باتت نيّميها في أوضة تانية، نيّميها في أوضة الأطفال، نيّميها في أي حتة، أنتِ باتي في أوضتِك واقفلي بابِك عليكِ وما تدخّليهاش عندِك تاني في الأوضة. حبِّت تبات معاكِ قولي لأ أنا باحب آخُد راحتي في الأوضة وكده وما فيهاش زعل يعني، أنتِ نامي في أوضتِك وهي تنام في أوضة الأطفال، تنام برّه، وأنتِ وجوزِك معاكِ وخلاص، لا تحكي لحد ولا تقولي لحد ولا الكلام ده خالص. شُفتوا إحنا بقى وصل بينا مرحلة لدرجة إن إحنا وصلنا لإيه، يعني مش عارفة. الواحد كل مدى بيسمع حكاوي وبيسمع كلام، مش عارفة الدنيا واخدانا لفين، الدنيا رايحة بينا لفين. فبجد الله المستعان. ف خلي بالكم يا جماعة، مفيش أمان، مفيش بصوا مفيش أمان خالص، يعني كل واحد فيخلي باله. حاولي يعني هي ما توقعتش إن أخت جوزها تعمل كده، يعني يعني أبسط حاجة ما حدش هيتوقع ده خالص. يعني أنا أخت جوزي تعمل كده لأ استحالة. فعادي إن أنا أيوه أبيتها عندي وأخليها عندي ونقعد مع بعض وناخد وندي، بس إن يحصل حاجة زي كده صعب، صعب جدًا جدًا يعني ما اتوقعهاش. يعني بُصّوا إحنا بقينا في زمن والله بنسمع حكاوي وحاجات غريبة جدًا، جدًا يا جماعة. بجد إحنا يعني يا ريت نرجع لورا، ورا ما كناش الزمن الجميل اللي ورا أصلًا ما كانش في الكلام ده خالص. كنا صعب أمّا نسمع واحد اغتصب واحدة، واحد صعب، صعب. دلوقتي بنسمع حاجات ما فوق الخيال، يعني بنسمع حاجات فظيعة جدًا، جدًا، جدًا. يعني أنتم متخيلين إن إحنا نسمع يعني في برضه حكاية هاحكيها لكم دي حقيقية برضه جدًا. أنا كل الحاجات باقولها لكم حقيقية يا جماعة. أنا بيبعتوا لي قولوا لنا مشكلتنا، نزّلي لنا مشكلتنا وكده. في حكاية تانية دي أنا شُفتها بعيني، نام مع أخته وخلِّف منها 3، 3. إزاي ده! الأب والأم متوفيين ومش عارفة، مش عارفة أقول إيه بجد. إن شاء الله انتظروها الحكاية دي هاحكيها لكم الحكاية الجاية بإذن الله هاقولها لكم. هاحكي لكم قصتها وهي قصة حقيقية جدًا. انتظروني وتابعوني، عايزاكم تتابعوني كده بكل حب وبكل استمرارية، تستمروا معايا في القناة. هانزّل لكم حاجات. بُصّوا إحنا في زمن عجيب، عجيب جدًا، جدًا، جدًا. فبجد عايزاكم تنتظروني وتشجعوني كده وبلايكاتكم وبكومنتاتكم واشتراك في القناة. أهم حاجة تشتركوا في القناة عشان القناة تكبر، وفي ناس كتيرة مش شايفة الحكاوي دي وشايفة القصص دي عشان تسمعها وتخلّي بالها، تخلّي بالها يا جماعة. يعني القصة اللي قبل كده حكيتها لكم كانت البت وخالها، النهارده البت وأخت جوزها. لأ إيه ده، إيه ده! فربنا يسترها. فما تنسوش بقى لو عجبكم الحكاية بتاعتنا وقصتنا النهارده، ما تنسوش هي واقعية جدًا وحقيقية. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علامة الكل. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.